السلام عليكم، معاكم محمود الهيتي من جيم مصر. ولسه مكملين مع بعض النهارده ولسه في تمرينة الكتف. حلو الكلام. تعالى نتكلم النهارده الكتف بالدمبل. الكتف اللي هو الجانبي بالدمبل او بنسميه الميليتري بريس او السيرد دمبل بريس. بتبتدي الدمبل من ناحيه الودن بتطلع لغايه فوق. ده بص التشكيل العضلي بتاعك زي ما احنا اتفقنا، اي حاجه للكتف بتكون شغاله معاها ترايسبس كعضله مساعده، والكتف بيكون شغال، بس احنا زي ما اتفقنا في الشرح بنحاول نشوف كل تمرينه بتركز على ايه بالظبط. زي ما احنا شايفين ان هو التمرينه دي بتركز على الكتاف الوسطى اللي هي الميدل ديلتويد. حلو الكلام. اللي هي الديلت نفسها زي ما احنا ايه، تعالى اوريك الكلام ده بالظبط معناه ايه. يعني انت من هنا اهوت ودنك، طبعا في ناس بتبتدي من هنا، في ناس بتبتدي من هنا، زي ما اتفقنا مش هتفرق كتير، انت وعلى حسب جسمك وعلى حسب اللي بيريحك. من هنا تطلع فوق تنزل لغايه تحت خالص، تطلع لغايه فوق وتنزل لغايه تحت خالص، او بتفضل لغايه ان هو زي بيريحك. ده اتفقنا ان هي بتشغل الجزء الجانبي من الكتاف. هي تمرينه كويسه جدا للكتاف، بس بتركز على الجزء الجانبي اكتر من اي حاجه ثانيه. تعال نتفرج على تمرينه ثانيه. التمرينه نفسها اسمها ارنولد بريس. حلو الكلام. تمرين اسمها ارنولد بريس. الوضع بتاعها اللي انت بتبتدي بيه، بتبقى قاعد والدمبل من جوه، وده الوضع النهائي ليك. حلو الكلام. تمرينه كويسه جدا جدا للكتف، لو ما تتمرنهاش حاول تجربها معاك. بس احنا لو بصينا عليها من هنا اهوت بتركز على الجزء الامامي من الكتف وعلى الصدر العالي شويه، بالظبط زي تمرينه البار لما احنا اتفقنا عليها ان البار بيبقى مسوك ضيق. بتركز برضه على الجزء الامامي من الكتف واعلى الصدر. تعالى اوريك معنى الكلام ده ايه. احنا اتفقنا ان الميليتري بريس بتبتدي من هنا. حلو الكلام. لا، دي بتبتدي من هنا اهوت. الدمبل بيكون لجوه وايدك من هنا بره. من هنا اهوت انت عايز تزقها فوق وبترجع تاني تحت، تزقها وبترجع تاني تحت. مش بتزق كده اهو، لا، انت عايز ايدك وانت في نص الحركه ايدك بتلف وبترجع تاني تلف وترجعها تاني تحت، بتلف وترجعها تاني، بتلف وتنزلها تحت. حلو الكلام. زي ما اتفقنا ديت بتشغل الجزء الامامي من الكتف واعلى جزء في الصدر. انت على حسب انت عايز تركز على انهم، عايز تركز على الجانبي، عايز تركز على الامامي، عايز تركز على الخلفي. هي دي الفكره كلها، ان الواحد او انا شخصيا بحاول اشرح من الكتاب دوت بحيث تكون انت بتتمرن التمرينه وعارف هي بتركز على انهي عضله بالظبط. يا رب ان شاء الله يكون الواحد بيفيدكم، وان شاء الله مكملين نخلص الكتاب كله مع بعض. يلا، السلام عليكم.